عمرك حسيتي إن عندك مليون حاجة لازم تعمليها بس جسمك مش قادر يقوم من مكانه؟ عمرك فضلتي تأجلي وتقولي بكرة وبعدين اكتشفتي إن بكرة ده عمره ما هيجي؟ أهلا بيكي في أكبر معركة وعدوك الوحيد فيها هو الكسل. الكسل الخفي اللي بيضيع علينا سنين من عمرنا من غير ما ناخد بالنا. الكسل مش إنك ترتاحي، لأ، الراحة دي مهمة، بتديكي طاقة، لكن الكسل حاجة تانية. الكسل بيسحب منك طاقتك ويخليكي تتفرجي على أحلامك من بعيد. الكسل مش معناه إنك ما عملتيش حاجة، أما هو في الحقيقة إنك سبتي حياتك تتسرق منك وإنتي قاعدة ساكتة. الكسل ساعات بيجي في صورة تأجيل أو تسويف، اللي هو هعمل ده بكرة، وساعات بيجي في صورة إدمان للسوشيال ميديا أو قلة دافع إنك مش عارفة تبدأي منين أصلا، أو حتى هروب للنوم أو للأكل أو أي حاجة تانية غير الحاجة اللي لازم تتعمل. وده بيسبب آثار على حياتك، زي إنك ممكن تفوتي أكبر فرص حياتك، ويزود عندك الإحساس بالذنب والتوتر بسبب الوقت اللي بيضيع من غير فايدة. وفي الآخر هتلاقي نفسك عايشة من غير هدف، لأن الكسل زي إنك قاعدة في أوضة انتظار مستنية حاجة عمرها ما هتيجي. والحل إيه؟ قسمي أي مهمة لحاجة صغيرة وابدأي. البداية هي الأصعب ومن بعدها بتيجي الاستمرارية. بدلي كلمة لازم أعمل بقولك عايزة أعمل، هتلاقي الطاقة اتغيرت. نظمي وقتك واكتبي أولوياتك. المسلسل هيستنى والفيلم هيستنى والسوشيال ميديا موجودة على طول. حياتك بس هي اللي بتضيع منك. استخدمي قاعدة ال5 دقايق، زي مثلا عايزة تقرأي كتاب بس كل يوم سايباه زي أول مرة شفتي فيها، بدل ما تنسيه اقرأي كل يوم منه 5 دقايق. وأخيرا كافئي نفسك بعد أي إنجاز حتى لو كان صغير، لأنك واجهتي ولأنك تستحقي. وفي الختام حابة أقول إن الكسل مش طبيعة بنتولد بيها، إنما هو عادة والعادات بتتغير. حياتك مش هتستناكي تخلصي كسل، حياتك ماشية وبتعدي. السؤال بقى، هتلحقيها ولا هتفضلي قاعدة تتفرجي عليها وهي بتضيع؟